اخر شخص معانا المطبلطيه بتوعه كتير هو حمو ايهاب. من الاخر في يوتيوبر انا بتواصل معاه اتكلم على حمو ايهاب، فالفانز بتوع حمو ايهاب دول دخلوا شتموه بامه وشتموه شخصيا، يعني عيب يا حماده اشرب اللبن ونام، انت عندك 8 سنين ما ينفعش تقول الالفاظ دي. وفي الاخر كل ده ليه؟ عشان هو شتم في المهمش بتاع حمو ايهاب. بقى ده حرفيا كل الناس اللي فوق دول هاتهم كده خلطهم في بعض، فرق بس انت تخلي فيديوهاتهم ريحتها غيط، ريحتها زريبه، ريحتها حاجه يعني كده ما ينفعش يصنع فيها محتوى. خصوصا يعني طريقه كلام الاب ده مستفزه الصراحه على قلبي، وهو فكر ان دي اكتر حاجه بتضحك في الفيديو. عايزك تجيب لي طعميه، امسك عشان اديني طعميه. حتى يا جدعان هو كان طالع في مقابله تقريبا كده، مش عارف هلاقيها ولا لا، بس لو لقيتها هحطها لكم. يعني حاول يضحك فيها الناس على الهوا والمذيعه ومش عارف ايه، فقام عمل سويتش بقى ودى بقى في كاركتر الراجل اللي هو بيتكلم بالاسلوب ده. المذيع حرفيا مفيش خلايا من وشها واحده اتحركت، لا هي ولا الناس اللي بتتفرج، وبقى شكله الصراحه وحش قوي، صعب عليا الصراحه. كنت محمل في الشنطه ورا شويه كتاكيت، يعني توقفني اقول طب اللي في العربيه، قلت له كتاكيت يا قال لي بتاكلها، قلت له تشيشه، قال لي تشيشه وما عندكش رفقه بالحيوان، قام لاسعني قفا وقفني الكمين التاني، قال له اقف يا دنيا، قال لي ايه اللي ورا في الشنطه، قلت له شويه كتاكيت يا بيه، قال لي بتاكلهم كيكه كيكه وكل يوم بصحيهم يفطروا معاه، قال لي كيكه امال احنا نعمله ايه، وراح جاي لاسعني اهلا صباح النك عنيك. يعني نفس المحتوى بتاع اللي فاتوا دول، بس مثلا ممكن تحط لك شتيمتين 3 اسلوب سوقي شويه في الكلام. مش علالة اللي انت فيها دي يالا، انت يا ابني الجهاز مبطل فيديوهات ليه؟ امشي بدل ما نوتش اللي اليوم امك. انت كده ضحكت الاطفال اللي ايه الاكبر سنا شويه، اللي هم عندهم 9 سنين مش 8 يا باشا.